من كنا صغار معلميننا وآبائنا كانوا يقولون لنا ذاكروا، بس ما حد فيهم قال لنا كيف نذاكر أو إيش هي أحسن طريقة للمذاكرة. هنا هنقول لكم على 5 من طرق المذاكرة المثبتة علميا إنها تخليك تحتفظ بالمعلومة في عقلك أطول وقت ممكن. أول طريقة هي طريقة بومودورو. بومودورو بالإيطالية يعني طماطم. إيش هي طريقة الطماطم؟ إنك تقسم وقت المذاكرة إلى 25 دقيقة تركيز ومذاكرة، بعدها 5 دقائق راحة، وبعدها 25 دقيقة مذاكرة و5 دقائق راحة، بعدها 25 دقيقة مذاكرة و5 دقائق راحة، وبعدها 25 دقيقة مذاكرة. شوف كده خلصنا 4 فترات مذاكرة، صرنا نكافئ نفسنا بنص ساعة راحة، وبعدها نرجع نعيد الدورة. هذه الطريقة أحسن بكثير من جلوسك ساعات متصلة بدون استراحة. طريقة بومودورو تساعدك على التركيز، وهتستغرب من كمية الأشياء اللي تقدر تسويها في 25 دقيقة بتركيز. جربها. وعشان تنجح طريقة بومودورو لازم بداية كل فترة تركز، تحدد هدفك، تحدد بالضبط إيش تبغى تعمل. يعني تقول مثلا أبغى أحل 5 مسائل، أو أبغى أذاكر 4 صفحات، أو أبغى أحل ورقتي عمل. لا تخلي الموضوع عام، لا تقول أبغى أذاكر وخلاص، لا، لازم تكون محدد، 5 مسائل 4 صفحات وهكذا. طيب وإذا ما خلصت الهدف في 25 دقيقة